نصيحة يا اخواني، اذا رحت تبارك لاحد اشترى بيت او اشترى سيارة او حتى اشترى لعبة، فحاول يا المهندس العبقري اللي في داخلك انك تخليه في البيت وتروح لحالك والله، ولا اذا كانوا معك فخلوه في السيارة وانزل لحالك. روح بارك للناس بالكلام الايجابي والطيب، ولا تحاول انك تخرب فرحتهم بكلامك العبقري والمهندس اللي بداخلك. والله يا اخي ما البيت حلو، ولكن ودي يا مقلط انك خليتوه 8 في 6. والله المشب ود انك خليته في زاوية محوش هناك، شفت لا؟ ما العمارة ود انك سحبتها ورا وخليت الحوش. لا يا اخي مالك دخل، بارك للناس واضرب الباب يا اخي. والله تراهم اشتروا اشياء على قد حالهم وامكانياتهم، ولا كان ضمن تخطيطهم وش يناسبك ويناسب مزاجك. فانت جيت تبارك للناس، بارك واذلف يا اخي، اضرب الباب. والله تجي انت والمهندس اللي جوتك، والله شوف انا شوف والله جميل، ولكن اما صارت الطعام ودي انك سحبتها شويه وخليت الدرج. لا مالك دخل، احمد ربي انه عزمك واحمد ربي انه تقبلك، بارك له واضرب الباب.